السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو قوي كده وكله حماس ونشاط وخير في البيت ومشتريات الاسبوع باذن الله، وايه اللي احنا نستغله ايه الاسبوع ده ونبدا نشيله شهر رمضان. عندنا هنا حاجات اقل من 20 جنيه، صنف واتنين وتلاته هنبدا نخزنهم لشهر رمضان. بس لو انتوا لسه جديد في القناه بتاعتي واول مره تشوفوني، اتمنى تشتركوا في القناه وكمان تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من الوصفات بتاعتنا، وتدعموني كده بمشاهده للنهايه ولايك. نفسي افعل القناه كده وربنا يكرمني يا رب. بقالي اكتر من 3 سنين. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، ويلا بينا نخش في الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجه كده هنشوف المشتريات بتاعتنا. طبعا الاسبوع ده الاسعار بدات تعلى في بعض المشتريات. انا عندي هنا جبت اول حاجه كده، جبت البطاطس دي اساسي عندي في المطبخ. جبت 3 كيلو بطاطس، الكيلو عامل هنا كيلو ونص ب10 جنيه. وجبت كمان البدنجان ده، جبته بدنجان اسمر على الابيض كده، الكيلو عامل 10 جنيه. وجبت الطماطم هي اللي بدات تغلى وهتغلى الشهر الجاي كمان اكتر واكتر. جبت 2 كيلو 2 كيلو طماطم، الكيلو عامل 17 جنيه. الاتنين كيلو عاملين 35. اما الطماطم اللي جبتها من على وش العداد دي بتبقى للصلصه كده مستطريه شويه، انا جبت الكيلو منها عامل 10 جنيه. جبت 4 كيلو عشان ابدا اعملهم صلصه واشيلهم لشهر رمضان. اما بقى بالنسبه للشطه الحمراء ديت او الفلفله اللي احنا بنعملها دي اللي انتوا شايفينها ديت، انا جبتها الكيلو عامل 10 جنيه. انا جبتها كده ب10 جنيه لان سوقت الصبح بدري قبل ايه، قبل الساعه 6 زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات. اما الفلفل ده فانا جبته الكيلو عامل 30 جنيه. طب ليه يا عم؟ ما هو نفس النوع. قال لي لا، الفلفل ذكر والشطه انثى. الشطه ب10، والفلفل الاحمر ده ب30. بس انا عشان خاطر هوريه لكم عامل بيه حلقه فانا جبته، بس انا لو مش كده ما كنتش جايباه يعني. جبت بقى الليمون ده، جبت كيلو ب10 جنيه. وجبت كمان هنا العنب ده خلاص بقى مودعنا كده ومروح، جبت الكيلو ده عامل ب30 جنيه. جبت 2 كيلو ب60 جنيه. وجبت كمان الجوافة ديت عاملة 30 جنيه. جبت كيلو واحد بس من الجوافة. وجبت كمان كيلو واحد من المانجا ديت الكيلو فيها عامل 50 جنيه. بس انا فصلت مع الراجل وخدتها ب45 عشان احنا كنا الصبح بدري. لكن هو على ما انا سوقت وخلصت كده ورجعت بقى لقيتهم بيبيعوا الشطه ب15، والعنب ب35، والجوافه ب35. وجبت كمان البلح ده، كان في ناس بتبيعه ب30 وب40. انا جبت نص كيلو، الكيلو عامل 25 جنيه. جبت نص كيلو بس. بدأت بقى دلوقتي، دي الاسعار بتاعتي. انا جبتها كده بالاسعار دي علشان خاطر انا سوقت المره دي بدري قبل الساعه 6. لكن لو سوقتي من 6 ل10 الاسعار بتبقى غاليه، لكن من بعد 10 ل11 و12 بتبقى الاسعار بتبدا تريح تاني. وده السر اللي قلت لكم عليه مره واثنين وثلاثه في التسويق بتاعي. عشان كده انا بجيب بالاسعار اللي قلت لكم عليها دي. هبدا بقى اشيل الحاجات اللي مش تنغسل زي البطاطس والبدنجان، الطماطم الجامده هبدا اشيلها على طول. اشيلها. اما الحاجات اللي هبدا اغسلها فانا هبدا اغسلها دلوقتي على طول واجهزها في العلب، اللي هي زي ايه، زي اهم حاجه الفاكهه. الفاكهه طبعا العيال عندنا اطفال، عندنا اولاد بيفتحوا التلاجة وبياخدوا الواحده ياكلوها على طول. فلازم احنا نغسل الفاكهه بتاعتنا قبل ما نحطها في التلاجة. وزي ما قلت لكم انا بحب اغسل الفاكهه بتاعتي مرتين. اغسلها الاول كده بميه وخل، وبعدين ابدا اغسلها بعدها مره كمان بميه عشان الخل ما يهريش الفاكهه بتاعتي معايا. عملتها كده الفرشه اللي انا جايباها ديت علشان خاطر اغسل بيها الخضار بتاعي، بتطلع اي تراب. جايبه 3 ب10 جنيه، عامله واحده للسمك وواحده للخضار وواحده للفاكهه. اما العنب بتاعي برضو انا قاعده كده في شويه ميه بخل، وبعدين ببدا اشيل كده اي حبايه وحشه، اي حاجه مش لطيفه فيه بشيلها. وبعدين بعد ما اخلص العنب بتاعي ببدا بقى اشطفه بميه فتره كده من الحنفيه نظيفه تاني عشان اتخلص من الخل اللي موجود فيه عشان ما يرهوش. وبعدين برميه وبدخله التلاجة على طول بيبقى جاهز معانا. اللي بيتفرط بقى معايا ده ما بحطهوش مع العنب اللي هو اللي بيبقى العنقود، بحطه في طبق صغنن كده عارف في التلاجة. انا بدات بغسيل الفاكهه الاول والحاجات دي عشان اشيلها، عشان اروق لنفس المطبخ، عشان يبقى فيه تنظيم كده في الوقت والمجهود بتاعك، ما تقعديش في المطبخ كتير وتتعطلي. لو انت تبعت الخطوات بتاعتنا ديت باذن الله ان شاء الله هتبقي شاطره جدا وتبقي زي العسل، وانتوا كلكم زي العسل الحمد لله. هبدا بقى اشطف العنب بتاعي كده بميه جاريه، وبعدين هبدا دلوقتي ادخله على طول التلاجة. هغسل برضو البلح بنفس الطريقه، احط شويه ميه وشويه خل واغسله واحطه في قلب علب التلاجة اللي انا شاريها معاكم، اللي كنت منزلاه معاكم في الحلقه اللي فاتت. بجهز كده نفسي من رمضان كده قبلها بشهر واتنين وتلاته، لو اي حاجه ناقصاني ببدا اجيبها كده وشيلها.
لو انتوا وصلتوا بقى معايا للدقيقه دي من الفيديو، ما تبخلوش على اخطكم بلايك كده حلو منكم، وكمان تصلوا على الرسول في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده كان شكل الخضار بتاعنا والحاجات اللي احنا جهزناها. هنبدا نقفل على طول دلوقتي بقى وندخل التلاجة على طول، وبعدين هنبدا بقى نخش على التجهيزات بتاعتنا اللي احنا هنعملها رمضان. انا عندي الفلفل ده انا كنت جايبه 4 كيلو شطه على فلفل. هعمل منهم كام صنف؟ مش صنف واحد. اول حاجه هعمل هريسه الشطه. الهريسه دي اللي بنستخدمها في المخللات، في صواني، في اي حاجه. والماده الحافظه بتاعتنا حاجه واحده بس، مكون واحد احنا هنضيفه هيحفظ الماده هيحفظ الهريسه ديت عندنا. حتى لو انت حاططاها بصي عرفي في التلاجة لمده سنه كامله، هتعيشي لمده سنه كامله معاكي. هنبدا نغسله الاول كويس ونصفيه من الميه ونشيل العلق بتاعه، وبعدين هنبدأ ناخده في الكب على طول عندنا ونبدأ نعمله نفرمه من غير اي اضافات. ده دلوقتي كده من غير اي اضافات. هنضيف المكون دلوقتي بعد ما نخلص كل الفرم بتاعنا. مش هنشيل منه البذر. البذر هنسيبه في قلبه كده، بيبقى زي ماده حافظه، تقدروا بقى تستخدميه في اي حاجه انت عايزاها بعد كده. عندي هنا لكل كيلو فلفل صافي هحط له 3 معالق كبار من الملح. الملح مش كتير شويه يا عبير؟ لا مش كتير شويه. الملح مش هتحسي بيه بعد كده لما تخزنيه، هيبقى تحسي ان هو طعمه راح معاكي. ولو هو الفلفل ده بيحرق هيهدي من الحرقيه بتاعته، وهيبقى زي ماده حافظه لينا، مش هتحسي بيه خالص. تقدري تضيفيه بقى على تحطيه بقى في رف التلاجة، مش هيجرى حاجه خالص. احط بقى على هعبي كده ببرطمانات معقمه كويس جدا، بغسلها بميه سخنه وحاطه فيها معلقه خل كده ورجاها. احط فيها الفلفله، وبعدين هبدا احط عليها معلقه من الملح ومعلقه من الزيت، زيت زيتون او زيت نباتي، مفيش مشكله خالص، وبعدين اشيلها. هنا بقى هنعمل الدقه بتاعتنا اللي بنستخدمها في السمك والبدنجان وفي الحاجات اللي هي اللي بنخلل بيها كلها الحوادق يعني. عندي هنا فلفله بالبذر بتاعها برضو، عندي نص معلقه من الكمون ونص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من الكزبره ومعلقه كبيره جدا من الملح. تقدري تضيفي معلقتين كمان لو انت عندك كميه اكتر من كيلو. وعندي هنا معلقه من الخل، وعندي هنا 3 ليمونات مقشراهم وشاله منهم البذر زي ما انتم شايفين كده. بدات كده فرمت الاول الثوم والفلفله مع بعضهم كده في الكبه، وبعدين بدات اضيف بقيه المكونات اللي هي الخل والتوابل، وفرمتهم كمان فرمه، وطلعت معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بسم الله ما شاء الله. دي بقى تستخدميها في ايه؟ في السمك، في دقه البدنجان، عايزه تحط منها في الصينيه، على صينيه سمك، على اي حاجه، على طماطم اللي احنا بنشقها كده ونقدمها زي مقبلات مع الاكل والفلفل والحاجات ديت، بتبقى جميله جدا. والحاجات اللي هي بتبقى مشويه، لما تيجي تعمل سلطه المشويات او سلطه الدقوس بنعمل منها، بتبقى جميله جدا جدا. هبدا بقى اضيف كده معلقه برده من الزيت على وش البرطمانات، وكده اصبح عملنا نوع الهريسه وعملنا كمان الدقه، هنركنهم على جنب. نيجي بقى للصلصه بتاعه الفلفل اللي احنا هنعملها. هنشيل العنق وهنشيل كمان البذر، احنا مش عايزين البذر هنا، هنبدا نشيله ونتخلص منه علشان نعمل صوص الفلفل اللي احنا بنحطه على الطماطم لما نيجي نعمل اي نوع من انواع الطبيخ، او نسبك حاجه على الكشري، على المكرونات، على اي نوع من انواع الصلصه بنبدا نضيف منها. انا حاطه هنا حوالي 2 كيلو من الفلفل الاحمر على الشطه الحمراء عادي خالص، وهحط عليهم هنا برضو 3 معالق كبار من الملح للفلفل بتاعي. علشان ايه هحط الملح دلوقتي؟ هحط الملح علشان خاطر يساعد على ان الفلفل بتاعي يستوي وينزل الميه اللي فيه من غير ما احنا نحط له اي اضافات. هبدا احط الفلفل كده على نار هاديه واسيبه كده مع بعضه ساعه، ساعه ونص. زي ما ياخد على نار هاديه هيبدا يخس معايا خالص زي ما انتم شايفين كده، وينزل كل السوائل اللي موجوده فيه. هقلبه كده تقليبتين واسيبه كمان شويه، وبعدين هطفي عليه النار. واول ما يبدا يهدى معايا هبدا اضربه في الخلاط. مش هنضربه بقى في الكبه، لا احنا هنضربه في الخلاط ونصفيه من اي قشر ممكن يكون موجود فيه. هنحط عليه كمان هنا حوالي كوبايه من بتاعه الشاي كده من الزيت بعد ما نصفيه، وهنرجعه طالع على النار يبدا يغلي ويسبك معايا. والخطوه دي مهمه جدا علشان الفلفله دي بتاعتي ما تبص مني وتحمض، لان دي اكتر حاجه بتبوظ، لان احنا مش حاطين لها كميه ملح كبيره زي التانيين. انا حاطين 3 معالق ملح بس ال 2 كيلو، لكن التانيين حاطين لكل كيلو 3 معالق ملح.
هبدأ بقى بعد ما اصفيه كويس جدا، هجيب برضو البرطمانات بتاعتي اللي انا معقماها وغسلاها بميه سخنه ومعقماها بخل ومصفياها، هبدأ احط فيها كده الفلفله بتاعتي. وبعدين علشان احفظه هبدأ احط كده معلقه كده من الزيت، زيت الزيتون او اي زيت موجود عندي. وبعدين هبدأ اقفل البرطمان بتاعي وهبدأ اشيله على رف التلاجة، هيقعد معاكي حوالي سنه. لو انت خايفه او من انه هو ممكن يبوظ، ممكن تحطي البرطمان واحد اللي انت تستخدميه على رف التلاجة وتشيلي الباقي في الفريزر، وكده تالت صنف معانا خلاص خلص. هنيجي بقى هنا للطماطم بتاعتي. انا جايبه هنا الكيلو الطماطم ده عامل 10 جنيه، وفي كان في طماطم اقل من كده شويه طريه عن كده شويه، كان بيتباع كيلو وربع 10 جنيه برضو، تنفع للصلصه. جبتها كده وغسلتها بميه وخل، وبدات اقطعها كده واحطها في الحله علشان هنعمل ال4 كيلو دول نشيلهم لشهر رمضان، لان الطماطم بتاعتي هتبدا تغلى الشهر الجاي، او ممكن برضو لو احتجتهم قبل شهر رمضان مفيش مشكله استخدم. كان عندي منجرايه كده، بدات كده غسلتها وقشرتها وقطعتها كده مكعبات، او لو انت عايز تحطي فلفل من الاحمر اللي احنا عاملين منه تحطي مفيش مشكله. احط كده حوالي معلقتين كبار من الملح على الطماطم بتاعتي، واحط كمان معلقه كبيره من السكر على ال4 كيلو طماطم، وهسيبهم كده مع نفسهم يبداوا يستبكوا. اول ما يغلوا معايا ويستووا كده معايا هبدا اطفي عليهم واسيبهم لحد ما يهدوا. برضو بنفس الطريقه هبدا اسيبهم كده لما يهدوا واضربهم في الخلاط، وبعدين اصفيهم. وهنا هعبيهم في اكياس، مش هعبيهم في برطمانات، لان انا هستخدم الكيس كله مره واحده. لكن الفلفله هبدا اخد بس معلقه واحده ازود بيها. هبدا بقى اعبيهم، مش هعبي الاكياس كلها قد بعضها، بحب اعبي كيس كبير وكيس صغير علشان خاطر لو انا عايزه لو انا عامله اكل عايز طماطم كتير ابدا استخدمه، لو انا عامله اكل شويه صغيرين برضه استخدم الشويه الصغيرين. كده جهزت كل حاجتي، الفلفله وصلصه الطماطم والخضار والمشتريات. الحلقه بتاعتي النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتصلوا على الرسول في الكومنتات.